لما القانون فشل في تحقيق العدالة، قررت فاطمة تاخد حقها بإيديها. لكن هل الانتقام ممكن يكون مبرر؟ القصة اللي قلبت المغرب رأساً على عقب. في يوم 9 أكتوبر عام 2004 كان مراد قاعد مع أهله في بيتهم اللي على أطراف العاصمة المغربية الرباط. فجأة ظهرت بنت غريبة على باب البيت وطلبت تتكلم معاه. مراد قعد معاها شوية وملامحه كانت باين عليها التوتر، وبعدين خرج معاها بالعربية لمكان مش معروف. ما قالش لعيلته مين البنت دي ولا رايح معاها فين. وقتها عيلته ما كانوش يعرفوا إن دي آخر مرة هيشوفوا مراد حي. بعد ما مشي مراد اختفى بشكل غامض ومحدش كان عارف هو راح فين. عيلته بلغوا الشرطة بعد كام يوم من اختفائه، والتحقيق بدأ. وبعد أيام قليلة تم اكتشاف جثته في بيت مهجور في مكان معزول. الجثة كانت متعرية ومربوطة في سرير، وكان باين إن اللي ارتكب الجريمة قطع وريده بطريقة محترفة. المحققين كمان لقوا على مراية الغرفة جملة مكتوبة بدم الضحية 1 من 5. الجملة دي كانت لغز بالنسبة للشرطة ومعرفوش تفسيرها أو معناها. إيه اللي حصل لمراد؟ إيه معنى الجملة الغامضة اللي كانت مكتوبة على المراية؟ وهل الشرطة هتقدر تمسك المجرم قبل ما يعمل جريمة جديدة؟ استنوا التفاصيل في حلقتنا النهاردة مع العارف. بعد يومين تقريباً من اكتشاف جثة مراد، ولما كان رجال الشرطة لسه شغالين في البحث عن القاتل، جالهم خبر تاني عن مقتل شاب تاني اسمه عصام السويدي، اللي مات في مكان شعبي بسبب شربه كمية كبيرة من السم اللي كانت محطوطة في كوباية الشاي بتاعه. اللي لفت انتباه المحققين في الجريمة دي كان العلامة اللي على مراية الحمام في مكان الحادث، واللي كانت مكتوبة 2 من 5. دي كانت علامة شبه نفس العلامة اللي لقاها المحققين في جريمة مراد، وده خلاهم يفتكروا إن الجريمتين دول ممكن يكونوا مربوطين ببعض. الاكتشاف ده زود حيرة المحققين وخلاهم يظنوا إنهم بيتعاملوا مع قاتل محترف مختل عقلياً بيمشي في شوارع الرباط وبيقتل الشباب. المحققين بدأوا يسألوا الناس اللي كانوا موجودين في المقهى وقت الحادث، وكلهم أكدوا إن كل حاجة كانت ماشية طبيعي، لحد ما فجأة بدأ عصام يصوت وكان ماسك بطنه، وقال إنه حاسس بألم شديد. قبل ما يقدر حد يساعده كانت روحه خرجت من جسده. التقرير الجنائي أكد بعدها إن عصام مات بسبب السم اللي اتضاف في كوباية الشاي بتاعه. فبدأ المحققين يستجوبوا العاملين في المقهى، لكن ما طلعتش منهم أي معلومات تساعد في حل القضية، وده خلى الأمور أكثر تعقيداً. واضح إنهم كانوا بيتعاملوا مع قاتل محترف. المحققين زودوا جهودهم عشان يمسكوا القاتل قبل ما يضرب تاني، لكن القاتل كان أسرع منهم بكتير. وصلهم خبر بإن في ضحية تانية، وكان واضح إن القاتل نفسه هو اللي وراء الجريمة دي برضه. السكان المحليين بلغوا عن حريق في عربية في منطقة الغابات اللي جنب المدينة، ولما جريوا يطفيوا الحريق اكتشفوا إن في شاب كان جوه العربية، ولحسن حظه كان لسه عايش. اتنقل بسرعة للمستشفى عشان ينقذوا حياته. المحققين في البداية قدروا يعرفوا إن الشاب اللي في العربية كان اسمه سمير، وده عن طريق أوراقه الشخصية اللي نجا منها شوية من الحريق. لكن الحكاية ما كانتش كده وبس. لما شافوا الجملة المكتوبة على زجاج العربية من ورا 3 من 5، فهموا إن الجريمة دي ليها علاقة بالجريمة اللي قبلها، وده خلى المحققين يتوقعوا إن سمير يكون هو الشاهد اللي هيساعدهم يقبضوا على السفاح اللي موجود في شوارع الرباط. لكن للأسف إصابات سمير كانت شديدة جدا، خصوصا الحروق، واللي في الآخر خسر حياته بعد يومين في المستشفى. المحققين ما وقفوش هنا، قرروا يدوروا على علاقة بين الضحايا علشان يعرفوا في حاجة مشتركة بينهم. وفجأة اكتشفوا إنهم كانوا أصحاب مقربين جدا، فاستدعوا أصحابهم ومعارفهم وبدأوا يضغطوا عليهم عشان يوصلوا لسبب قتلهم. كانوا بيقولوا لهم لو ما قلتوش الحقيقة حياتكم كمان في خطر. لكن للأسف مفيش حاجة جديدة ظهرت. لكن المحققين ما استسلموش، فضلوا يحققوا لحد ما واحد منهم في الآخر اعترف وقال إن عنده فكرة عن السبب. الشاب ده اعترف قدامهم إنه هو وأصحابه مع شاب تاني اسمه خالد المعتوق قبل فترة كانوا اختطفوا بنت من شوارع الرباط وسحبوا البنت لحد البيت اللي لقوا فيه جثة مراد. حبسوها في أوضة 3 أيام وتناوبوا عليها. البنت كانت مسجونة من غير أكل ولا شرب، وقال الشاب إنهم كانوا حاسين إن حد من عائلة البنت كان بيلاحقهم وبيحاول ينتقم منهم. تم التحفظ على الشاب ووجهوا له المحققين تهمة الاعتداء الجنسي والخطف. بعدها بدأوا يدوروا على خالد المعتوق اللي كان إنقاذ حياته أولوية بالنسبة لهم في الوقت ده.
لكن شكل السفاح كان أسرع منهم بكتير، لأنهم لقوا جنة خالد في عربيته اللي كانت راكنة في جراج عند واحد من النوادي الليلية. المحققين بسرعة لاحظوا إن في تشابه كبير بين مسارح الجرائم المختلفة. لقوا علامة 4 من 5 مكتوبة على زجاج العربية، وكمان اكتشفوا إن الجاني استخدم بخاخ فلفل علشان يشل حركة الضحية زي ما عمل مع مراد وسمير. خالد كمان اتعرض للنحر بشفرة حلاقة. المحققين بدأوا يتحركوا بسرعة علشان يمسكوا المجرم اللي أنهى حياة الشباب دول، لكن كانت المشكلة إن ما كانش فيه أدلة مادية كفاية. في الوقت ده التكنولوجيا ما كانتش متطورة زي دلوقتي، وما كانش عندهم الأدوات اللي ممكن تساعدهم. حتى كاميرات المراقبة ما كانتش منتشرة زي النهاردة، فكان صعب يحددوا هوية السفاح بالطريقة دي. المحققين كانوا خلاص شبه فاقدين الأمل في فك ألغاز الجريمة دي، لحد ما وصلت لهم رسالة نصية من شخص مجهول بيقول إنه هو السفاح اللي قتل كل الشباب دول. لكن أكتر حاجة صدمت المحققين إن السفاح ده مطلعش راجل، وما كانش كمان حد من قرايب البنت اللي تم الاعتداء عليها. الحقيقة المذهلة كانت إن السفاح طلعت إن هي البنت نفسها. في رسالتها حكيت البنت قصتها مع الشباب ال5 من البداية، ووصفت كل تفاصيل الجرائم اللي عملتها عشان تأكد للمحققين إنها هي الفاعلة. التفاصيل اللي كتبتها في رسالتها كانت مستحيل حد يعرفها غير المجرم نفسه. في الرسالة وضحت إنها قررت تاخد حقها بإيدها بعد ما خذلتها القوانين. القصة بدأت في نص سنة 2004 لما كانت البنت المغربية فاطمة خالد بتحضر للانتقال من منطقة وزان اللي عايشة فيها مع أسرتها للعاصمة الرباط عشان تدور على شغل مناسب بعد ما خلصت دراستها في كلية الصيدلة. في الوقت ده فاطمة ما كانتش تعرف كتير عن المدينة، وده اللي خلاها تمشي في شارع مشبوه ومعروف بانتشار الجرائم من غير ما تكون عارفة طبيعة المكان. في يوم 23 من أكتوبر عام 2004 حوالي وقت الظهر كانت فاطمة ماشية في الشارع ده. بدأت تحس بالقلق من الحاجات اللي شافتها هناك، زي بعض الستات اللي بيبيعوا أجسادهم وبعض التجار اللي بيبيعوا حاجات ممنوعة. حاولت تسرع علشان تخرج من الشارع ده، لكن ما لقيتش الوقت الكافي. فجأة وقفت جنبها عربية سوداء وخرج منها 3 رجالة أشداء. في لحظات قاموا بتقييدها ورموها في العربية غصب عنها. العملية كلها ما خدتش غير ثواني، وما كانش في أي فرصة لفاطمة إنها تستغيث بأي حد. الرجالة قعدوها بينهم في الكنبة الخلفية للعربية. كان السواق شاب لابس نظارة شمس سوداء، وواضح إنه قائد المجموعة اللي بيأمرهم. جنبها كان في واحد ضخم هو اللي كان مسؤول عن ضربها وتكميمها طول الطريق. طول ما هم في الطريق كانت فاطمة بتترجى فيهم يسيبوها في حالها، وكانت بتقول لهم إنها مش بنت ليل، وإنها ما كانتش عارفة إن الشارع ده مش آمن، وعدتهم إنها مش هتروح للشرطة ولا هتبلغ عنهم، وكل اللي عاوزاه إنها ترجع لأهلها في وزان. لكنهم ما ردوش عليها غير بالشتايم، وقاموا بتكميم فمها عشان ما تصرخش. في اللحظة دي فاطمة فهمت إن المجموعة دي مش ناوية تسيبها خالص، عشان كده بدأت تركز كويس على الطريق يمكن تلاقي أي فرصة تهرب فيها. العربية خرجت من الشارع المشبوه وبدأت تبعد عن المدينة شوية بشوية لحد ما وصلت لطريق ترابي. هنا العصابة ربطت على عينيها بعصابة عشان ما تعرفش العربية رايحة فين. فاطمة قالت إنها حاولت تحسب المسافة اللي قطعتها العربية على الطريق الترابي عن طريق عد نبضات قلبها. استنتجت إن الطريق ما أخدش غير كام دقيقة بس. ولما العربية وقفت أخيراً فكوا العصابة اللي على عينيها. لقت نفسها في مكان مقفر وموحش، وهناك قالوا لها بصراحة إنها هتتعرض للاعتداء الجنسي. هددوها إنها لو ما تجاوبتش معاهم هيقتلوها ويدفنوها في الخلاء. رغم التهديد ده فاطمة حاولت بكل قوتها تمنعهم يلمسوها، لكنها ما قدرتش تصمد قدامهم، وفي الآخر اعتدوا عليها. ولما جاه المساء كلموا واحد خامس واللي شاركهم في حفلة الاعتداء اللي استمرت لمدة 3 أيام. خلال الأيام دي فاطمة كانت لعبة جنسية بين إيديهم وما رحموهاش لا ليل ولا نهار. بعد ما خلصوا من فاطمة وفي ليلة 30 من أكتوبر قرروا يرجعوها المدينة. رجعوا يغطوا عينيها وحطوها في العربية وبعدين رموها في مكان في المدينة. وقتها كانت حالتها النفسية والجسدية متدمرة، وما كانتش عارفة تواجه أهلها إزاي بعد اللي حصل. لكن رغم كده قررت تجمع شجاعتها وتروح تبلغ الشرطة عن اللي حصل. لما وصلت مركز الشرطة خابت أملها أكتر. الضباط طلبوا منها معلومات ما كانتش معاها زي أسماء المعتدين أو رقم العربية، وقالوا لها إنها لازم تعمل كشف طبي يثبت الاعتداء. وما نسيتش لما قالوا إن في كتير من بائعات الهوا بيقولوا نفس الكلام لما يختلفوا مع زباينهم. الرد ده
كان صادم ومؤلم بالنسبة لفاطمة وخلاها تتراجع عن تقديم الشكوى اللي كانت مصممة عليها. قررت تلجأ لمحامي علشان يرفع قضيتها في المحكمة، لكن المحامي ما قالش حاجة تطمنها، بل أكد إن الشرطة مش هتعرف تقبض على المعتدين أو تثبت عليهم التهمة من غير المعلومات اللي طلبوها. كمان قالها إن القضية ممكن تاخد شهور أو سنين، خصوصاً مع الزحمة اللي في أقسام الشرطة من مشاكل شبه مشكلتها. في اللحظة دي فاطمة فهمت إن مفيش أي طريقة إنها تاخد حقها بالقانون، فقررت إنها تنتقم بنفسها من الخمسة اللي خربوا حياتها. أول حاجة كان لازم تعملها إنها تعرف هويتهم. بدأت تحاول تفتكر الطريق اللي مشيت فيه العربية يوم اختطافها، وبعد 4 أيام بس من اللي حصل، وتحديداً يوم 28 من أكتوبر، ركبت تاكسي وفضلت تلف وتدور بين الشوارع لحد ما وصلت أخيراً للبيت المهجور اللي حصل فيه الاعتداء عليها. البيت كان في منطقة معزولة وواضح إنه تبع مزرعة أو حاجة زي كده، وهي واقفة تراقب من بعيد فجأة شافت العربية السوداء اللي خطفوها بيها. فضلت تمشي وراها لحد ما قدرت تعرف بيت السواق اللي كان لابس نظارة شمس يوم الجريمة وطلع اسمه مراد. دقت فاطمة باب البيت وفتح لها واحد من أهل مراد، طلبت تقابله، ولما شافها وشه اتصدم وما كانش مصدق إنها واقفة قدامه. استغلت دهشته وهددته إنها تحكي لأبوه عن كل حاجة لو ما مشيش معاها فوراً للبيت المهجور عشان يتكلموا. ركب معاها العربية، ولما وصلوا البيت فاطمة بدأت تمثل إنها عاوزة تحل الموضوع ودي، وقالت له إنها عايزة يتجوزها عشان ينقذ سمعتها. مراد صدقها وبدأ يقرب منها، لكنها كانت مستعدة. فجأة رشت بخاخ مخدر على وشه وعينيه ففقد وعيه على طول. بعد كده جرته للغرفة اللي حبسوها فيها يوم الاختطاف، وجردته من هدومه وربطته بالحبال. ولما فاق كانت فاطمة قاعدة جنبه، في إيدها شفرة حادة وفي التانية مسجل صغير. هددته وقالت له لو ما قالش كل حاجة عن ال4 اللي كانوا معاه هتنهي حياته. مراد خاف وبدأ يقول كل حاجة بالتفصيل. لما خلص كلامه فاطمة قطعت وريده وأنهت حياته، وغطست صباعها في دمه وكتبت على المراية 1 من 5. بعدها بدأت تراقب الهدف الثاني اللي اسمه عصام السويدي، وكان هو الضخم اللي ضربها في العربية يوم ما خطفوها. عرفت من مراد إنه بيروح دايماً على قهوة في شارع معروف في الرباط. فضلت بتراقبه يومين، وبعدين قررت تتنكر في زي مندوبة مبيعات ودخلت القهوة. عصام كان قاعد يشرب شاي، وفاطمة بدأت تعرض بضاعتها على ناس كتير في القهوة عشان ما تلفتش انتباهه. وبعدين قربت من ترابيزته وعرضت عليه البضاعة وقدرت تشد انتباهه. وهو مشغول بفحص اللي معاها لاحظت إن مفيش حد في القهوة واخد باله منها. بهدوء شديد حطت كمية كبيرة من السم في كوباية الشاي بتاعته وخرجت من القهوة عادي جداً وكأنها مخلصة شغلها. وقفت برة القهوة تستنى مفعول السم، وبما إنها صيدلانية كانت عارفة إن السم هيشتغل بسرعة. بعد شوية بدأت تسمع صوت عصام من جوه القهوة وهو بيصرخ ويمسك بطنه من الألم. فاطمة دخلت وسط الزحمة اللي اتجمعت حواليه وهي بتمثل إنها بتسوق لبضاعتها للمارة، وشافت بعينيها تأثير السم وهو بينهي حياة عصام. في اللحظة دي استغلت فاطمة انشغال الناس بمحاولة إنقاذ عصام ودخلت الحمام بسرعة. هناك كتبت جملتها الشهيرة 2 من 5 على المراية بالروج الأحمر، وخرجت من المكان من غير ما حد يلاحظ. بعدها بدأت تلاحق الهدف الثالث، الشاب سمير الفاطمي، ودي كانت أسهل مهمة بالنسبة لها. استدركته بمكالمة تليفون عملت فيها إنها صاحبة مراد، وقالت له إنها كانت بتدور على حد يخرج معاها هي وصاحبتها. عرفت المعلومة دي من مراد اللي كان قاللها إن نقطة ضعف سمير هي البنات، وإنه بيقع بسرعة لأي صوت أنثوي ناعم. في المكالمة دلعت فاطمة صوتها جدا وقالت له إنها وصاحبتها كانوا منتظرين مراد، ولما مردش قررت تكلمه هو عشان تقضي وقت ممتع. سمير صدق الكلام وراح لها على المكان اللي حددته. لما وصل لقاها في انتظاره وهي في كامل أناقتها لكن متنكرة كويس عشان ما يعرفهاش. ركب معاها العربية، ولما سأل عن صاحبتها قالت له إنهم هيروحوا يقابلوها في مكان تاني. أقنعته إنها هيقابلوا صاحبتها في منطقة غابات هادية. ولما وصلوا طلبت منه يركن العربية وقالت إنها هتنزل تتفقد المكان وتشوف صاحبتها. هي في الحقيقة كانت بتتأكد إن مفيش حد حواليهم. بعد شوية رجعت للعربية، وقفت جنب زجاج السواق وخلته يفتح النافذة وهو مبتسم. فجأة طلعت بخاخ الفلفل ورشته على وشه وعينيه لحد ما فقد القدرة على الرؤية. فاطمة سحبت جركن بنزين كان معاها وكبته على جسم سمير وولعت فيه النار وهي قافلة باب العربية بإحكام عشان ما يعرفش يهرب. وقبل ما تمشي كتبت على زجاج العربية 3 من 5 وتركت الجثة تحترق. بعد كده بدأت تراقب الهدف الرابع، خالد المعتوق اللي كان بيقضي أغلب وقته في نادي ليلي معروف في الرباط. خالد كان بيشرب كتير لحد السكر. فاطمة راحت النادي ده وهناك شافته وبدأت تقعد معاه. عملت نفسها معجبة بيه وقالت له إنها عايزة ترجع معاه البيت. خالد صدقها بسرعة وخرجوا سوا.
في الطريق وهي معاه في العربية اتأكدت إنه مفيش حد بيراقبهم. بعد كده استخدمت بخاخ الفلفل على وشه زي ما عملت مع سمير، ولما فقد الرؤية والحركة طلعت شفرة حادة ونحرت رقبته كالعادة. قبل ما تمشي كتبت على زجاج العربية 4 من 5 وسبته ينزف لحد ما مات. بعد كده بدأت تدور على الهدف الخامس، لكن لما عرفت إنه مقبوض عليه وموجود في السجن فهمت إن الانتقام منه هيكون صعب، فقررت وقتها تهرب من البلد قبل ما الشرطة تعرف هويتها. وقبل ما تغادر كتبت رسالة مفصلة عن كل اللي حصل وبعتتها لمركز الشرطة، كانت عايزة تضمن إن محدش بريء يتحمل جرائمها. بعد الرسالة دي محدش عارف فاطمة راحت فين، ولما الحكاية اتشهرت واتكلمت عنها كل الصحافة المغربية اتسربت الرسالة للإعلام. الصحفيين نشروا القصة لكن غيروا الأسماء احتراما لعائلات الضحايا. حتى النهاردة فاطمة لسه هاربة ومحدش يعرف عنها أي حاجة. إيه رأيكم في اللي عملته فاطمة؟ هل تعتبر ضحية ولا مجرمة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير وفي أمان الله.